الأمير عبد القادر كان حاضر في إسلي لكنه لم يشارك في المعركة. أما الأمير ديالنا مشى للمعركة بلباسه الأميري محاط بعبيده وتغطيه المظلة الملكية. جديد الدكتور سعيد بورنان، باحث أكاديمي ومختص في التاريخ، تكلم في هذه الحلقة على معركة إسلي، المعركة التي معروف عليها أنها دامت ساعتين بين جيش المملكة المراكشية والجيش الفرنسي، ويرد على أبواق المخزن ومزوري التاريخ بزعمهم أن الأمير عبد القادر لم يشارك في المعركة وأنه خان سلطانهم المزعوم. نعرض عليكم ملخص استنتاجات الدكتور، كما يمكنكم متابعة الحلقة كاملة في اليوتيوب على قناته قضايا وأعلام. في الحقيقة أن معركة إسلي وما وقع فيها وما آلت إليه من نتائج تجعل المتأمل فيها يطرح العديد من التساؤلات، وإليكم بعضها. أولا، كيف لجيش من 60,000 ينهزم بهذه السرعة أمام جيش لا يتجاوز تعداده 10,000 وفي ظرف قياسي ربما غير مسبوق في تاريخ المعارك؟ ثانيا، كيف تسند قيادة الجيش في معركة خطيرة مثل هذه لقائد جمع إلى جهله بفنون الحرب اللامبالاة وغياب الفطنة والإعراض عن النصح والغرور الذي جعله يذهب إلى المعركة وكأنه ذاهب في نزهة أو موكب عرس؟ ثالثا، كيف لسلطان يحمل لقب أمير المؤمنين يرى بلدا مسلما جارا له يتعرض لحرب شرسة من قبل دولة استعمارية صليبية منذ 14 عاما ثم لا يسعى لتطوير جيشه وتحديثه؟ لا أقول لدعم البلد الجار، لكن على الأقل لمواجهة خطر فرنسا التي كانت نواياها الاستعمارية لا تقف عند حدود الجزائر. رابعا، كيف لجيش أنشأه الأمير عبد القادر من العدم وفي ظروف الحرب يصمد لسنوات أمام جيوش فرنسا التي تجاوزت إعدادها 100,000 جندي، في حين جيش السلطان ينهزم في ظرف ساعتين وأمام جزء قليل من ذلك الجيش الذي ظل الأمير يصارعه لسنوات؟ خامسا، كيف لهؤلاء المغرضين حين يتكلمون عن معركة إسلي يتطاولون على الأمير البطل الذي دوخ الاستعمار في السهل والجبل، في حين لا تستوقفهم مثل هذه التساؤلات ولا يحاولون استخلاص الدروس والعبر من هذه الهزيمة التي لحقت بجيش سلطانهم؟ سادسا، وأختم بهذه، عجيب أمر هؤلاء يتكلمون وبدون خجل عن عدم مشاركة الأمير في معركة إسلي ويقولون أنه كان يتفرج على المعركة، في حين سلطانهم لعب هذا الدور، أي دور المتفرج على الحرب الشرسة التي كانت تدور رحاها على حدوده الشرقية بين الأمير وجيوش فرنسا منذ سنة 1832، لينقلب بعد هذه المعركة عدوا ومحاربا للأمير، بعد أن وقع مع فرنسا معاهدة طنجة التي نصت على اعتبار الأمير عبد القادر خارجا عن القانون، وبالتالي محاربته من طرف فرنسا في الجزائر ومن قبل السلطان في بلاده. خلاصة القول إخواني هي أن الأمير لم يشارك في معركة إسلي لأنه كان يدرك مسبقا نتائج هذه المعركة بعد أن شاهد بنفسه الفوضى التي كان عليها جيش السلطان، وبعد أن رفض قائد هذا الجيش إصلاح أخطائه التي نبهه إليها الأمير. ثم إن الأمير كان يعلم أيضا أن مشاركته بمن معه من الفرسان في المعركة لن يغير شيئا من نتيجة المعركة. وما يمكن قوله أيضا، وهذا بالنظر إلى ما نعرفه من سيرة الأمير عبد القادر الجهادية، هو أن الأمير لو علم أن جيش السلطان مقبل على معركة حقيقية ما تخلف عنها، وهو الذي كان يحارب فرنسا منذ سنوات وسيستمر في محاربتها بعد هذه المعركة لسنوات أيضا. المهم المراريك الراجل فيكم يزيد يكذب كذبة في التاريخ.